احنا مش عرب. هذا الزلمه فهمان. المفاجأة، الصدمة، احنا مش عرب. كل ما نعمل فيديو ونقول ان اسمع. العرب فرحوا وفرحنا كاملين واحنا العرب ولا مش عارف ايه، ولا احنا مش عرب. اسمع للاخر حتى احنا مش تفهم. عرب. احنا مش اسمع. عرب. خد بالك، احنا مش عرب. احنا ايه؟ يا فهم. ودي، تفضل. شكون عرب؟ مين هم العرب؟ مين فينا العربي؟ مين فينا اللي كان اصله عربي؟ ما كاينش العرب. لا، ما كاينش. العرب كانوا في شبه الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية. اسمع. وقلنا كان فيه عرب عاربة وعرب مستعربة وعرب بائدة. قلنا العرب البائدة اللي هم قوم عاد وثمود، دول بائد، بادوا صافي صافي. والعرب المستعربة اللي هم مين؟ اللي هم من سيدنا إسماعيل، أول من فتق لسانه بالعربية. احسنت. والعرب العاربة اللي هم من يعرب ابن قحطان، اللي هم كانوا في اليمن. اليمن صح. إذا فين هم العرب؟ كل شويه تقول لي احنا مش عرب، احنا مش عرب، احنا مش عرب. ماشي يا سيدي، هو المصريين عرب؟ ما المصريين فراعنه مش عرب. هم الاردنيين والسوريين والفلسطينيين واللبنانيين عرب مش عرب؟ ما هم اراميين وكنعانيين. العراقيين عرب مش عرب؟ ما العراقيين اشوريين وكلدانيين وبابليين. المغاربه، ما تونس والجزائر والمغرب وليبيا مش عرب؟ امازيغ. اذا فين هم العرب؟ علاش دابا انت تقول لي انا مش عرب؟ احنا ما كناش عرب. بس شو؟ تفضل. لكن الله سبحانه وتعالى شرفنا بالعروبة وشرفنا بالإسلام. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. احسنت. وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. يا سيدي احسنت. ما بغيتش تكون عربي ما تكونش. ده هو ربنا سبحانه وتعالى شرفك بهذه العروبة. يا سلام. ربنا جعلك عربي علشان يشرفك. شكون كان عربي لما جه الإسلام؟ دخلت العربية، ودخلت العربية متأخرة خالص. مصر العربية دخلتها، الإسلام دخلها في عهد عمرو بن العاص. والعربية والإسلام الحقيقي وانتشار الإسلام ما دخلش غير في عهد الدولة الفاطمية. شوف بعد كم قرن من الزمان، حوالي قرنين من الزمان. المغرب دخلوا لما دخلوا الإسلام في عهد عقبة بن نافع، فضل ما فيش عربية لحد جت دولة اسمها الدولة المغروية عملت قرآن زيغية. فضلت فضلت العربية لحد الدولة الإدريسية ابتدت تتعرب شوية بشوية شوية بشوية. شكون عرب؟ لما احنا كل واحد يقول لك احنا مش عرب، احنا ماشي عرب. يا سيدي ما احنا